شو. انتوا اللي منورين الدنيا. قبل ما نتكلم عن الاغنيه الجديده اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، انا شفتك بتضحك وانا بتكلم عن موضوع امال ماهر، فطبعا انا هاجي لك من اول امال ماهر. ايه الحكايه بقى؟ انا لا عارف ان انت اللي كاتب الموضوع. لا مش انا اللي كاتب، لا راجل. لا والله العظيم ابدا. لو بس انا عندك هقول حاجه لا. عن الحكايه؟ لا ما عنديش اي حاجه خالص ويعني انا سمعت برضو زيك ان في اغنيه ليها معزوم، يا رب تبقى كده وتكسر الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله. اتكلمنا عن اليز طيب، وعايزين نعرف التعاون بينكم كده تم ازاي، والكلمات انت قدرت يعني برضو انت معينها انجلش والعربي طبعا. اتكلمنا كده الموضوع سهل ولا صعب حتى وانت بتكتب انجليزي؟ بص، موضوع اليز بدأ عن طريق صديقتي الصحفيه يارا احمد. هي كلمتني قالت لي ان هي ماسكه شغل اليز وان احنا يلا بينا نشتغل ونقعد، فقعدنا وعملنا ميتنج واتفقنا على كل التفاصيل. عملنا خطه حلوه لمده سنه ان احنا ننزل اغنيه كل سنه كل شهر لمده سنه. ودخلنا معاها شركاء كايزد برودكشن، لان احنا شايفين ان يعني اهدافنا واحده او توجهاتنا واحده، احنا بندور على نعمل دايما الحاجه الجديده ونكسب سوق جديد. فاحنا الاتنين لقينا افكارنا متشابهه، فقررنا ان احنا نعمل الخطه سوا يعني. مش بس كشاعر يعني، يبقى كمان كشركتنا انا وزوم ايزد برودكشن، ان هي تخش برضو في الموضوع، تبقى هي الشركه المنتجه يعني. احنا بنتكلم كشركه وبننتج وبننفذ اغاني. يعني الموضوع النهارده لو اتكلمنا عن اغاني المهرجانات والاغاني اللي انت بتنفذها، فرق السعر وفرق الكواليتي، وعايز اعرف كده تقول لي مقارنه بسيطه ما بين الاثنين. اصل بص، اغاني المهرجانات اصلا حتى نفسها دلوقتي بقت بتتصنف لفئات. يعني في مهرجانات بقت اللي هي المهرجان الرديء اللي احنا كنا زمان بنشتكي منه، وفي دلوقتي ناس طورت المهرجان بقت مزيكا حلوه. انا مع الناس اللي طورت وخلته مزيكا حلوه، في ان هو لون موجود. وكنت ضد وهفضل ضد اللي هي ان انا اسمع اغنيه مكسها وحش، لحنها وحش، كلامها خارج، يعني مفيش حد هيعجبه الكلام ده يعني. بس انا اللون ده نفسه انا مش من جمهوره يعني. انا ما يعني انا فاهم، انا ما بسمعش اللون ده. ف بس كتكلفه ماديه. كتكلفة مادية لا طبعا، الأغنية الحقيقية بتكلف أكتر، لأن أنت الأغنية الحقيقية بتبقى مهتم جدا بالكواليتي. المهرجان آخر حاجة بتفرق فيها الكواليتي. فالاغنيه العاديه بتبقى في عندك، انت عندك ميكس مهم جدا لازم يتعمل صح، والماستر لازم يتعمل صح، وتسجيل الاستوديو لازم يبقى مظبوط، ولايفات والات ونوتة بتتكتب وكمانجات بتتلاقي. في عندك موال عشان في الاخر اللي بيسمع يسمع حاجه مظبوطه علميا، حتى انت بتسمع اغنيه مظبوطه وصح، فاهم. لكن المهرجان بيبقى فيه قله خبره في الحته دي، او هو مش مطلوب منه يعمل اغنيه هاي كواليتي. فبيبقى يعني بيوفر فلوس في خطوات كتير قوي. هو انا بالنسبه لي ما ينفعش ان انت توفر فيها، بس هما بيعملوا كده. وهم طالما الناس بتسمع خلاص. اصل انت في الاخر احنا كلنا بنعمل ايه؟ احنا عايزين، احنا بنقدم حاجه ترفيهيه للناس، ان الناس تبقى مبسوطه. فطالما هم الناس اتبسطت بده، انا مش من حق ان انا اطلع اقول حلو او وحش. خلاص اللي الناس اتبسطت بيه خلاص، سيبهم لحد ما الناس تزهق من اللون ده، هيبداوا يدوروا على لون تاني. دايما الناس دايما جنب الاغاني الحقيقيه بيبقى لازم في لون تاني، يعني يغيروا بيه مود، او يعني فاهم اللي هو. انا بشوف ان الاغاني المهرجانات دي نجاحها بيبقى اكبر كتريقه. يعني انت يوم ما بينزل اغنيه المهرجان، نص الفيوهات اللي هي بنقول جاب مش عارف كذا، بتبقى اصلا ناس عامله شير كاتبه فوق ايه القرف ده. في الاخر انت بتيجي تقول عملت 10 مليون، طب ما في 5 مليون اصلا مش يعني عاملين شير علشان مش عاجبهم، مش عامل. تمام. انا يفرق معايا ممكن انا مثلا لو الاغنيه عندي هتجيب زي مثلا اغنيه هيفا وهبي بتجيب 12 مليون، بس يفرق معايا ان اخش الاقي ان الكومنتات ناس عاجباها الاغنيه، الاقي ان الناس مشيراها عشان كاتبين ان شبه شخصيتي. هنا بالنسبه لي ده نجاح الاغنيه، مش النجاح ان الاغنيه انت تستفز الناس فالناس تتضايق فتعمل رقم فيبقى في الاخر نجحت. يعني انا بشوف ده نجاح سلبي.